في الشتاء بتكتر العدوى، دور برد، التهاب، كحة. بس المشكلة إن في أنواع معينة من الميكروبات لو اتسابت تعمل مشاكل ما بتنتهيش. لما الدكتور يقولك على مضاد حيوي لمدة 5 أيام ما تسيبهوش بعد يومين وتقول أصلا أنا اتحسنت. هنروح بعيد ليه؟ جرثومة المعدة مثلا دي بتيجي مع الأكل الملوث أو المية الملوثة، لو ما اتعالجتش صح ممكن تدخلنا في سرطان المعدة. بالهارسيا مثلا اللي سمعنا عنها كلنا واحنا صغيرين من الترع والسباحة في المية المش نظيفة، واللي بعد كده بتسبب سرطان المثانة. وفيروسات الكبد بي وسي اللي بتيجي مع نقل الدم الملوث أو مع العلاقات الغير آمنة وبتسبب سرطان الكبد. أو دودة الكبد الصينية اللي بتيجي من أكل السمك الني ممكن تسبب سرطان في المرارة الصفراوية. فيروسات زي فيروس الإبشتاين-بار فيروس اللي بيجي من مشاركة اللعاب أو أدوات الأكل، واللي أعراضه بتكون أعراض العدوى العادية: التهاب في الحلق، تضخم في الغدد الليمفاوية، وحرارة. لو ما تعالجش ممكن يدخل في سرطان الغدد الليمفاوية الليمفوما أو سرطان البلعوم. وفيروس الورم الحليمي البشري HPV اللي بيجي من العلاقات الجنسية الغير محمية وممكن يسبب سرطان عنق الرحم. فيروس ال HTLV بيجي مع نقل الدم الملوث، ده ممكن يدخل في سرطان الدم أو اللوكيميا. طيب ليه الشتاء بالذات؟ في الشتاء المناعة بتبقى أضعف، دور البرد والعدوى منتشرة في كل حتة، فما تستهونش بأي أعراض تظهر عليك. ولما الدكتور يقولك على مضاد حيوي لمدة 5 أيام ما تسيبهوش بعد يومين وتقول أصلا أنا اتحسنت. دمتم دايما في أفضل صحة وحال.